السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر جديد، الرئيس الجزائري يقيل وزير الاتصال ويمهل السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة البلاد لسبب غريب كعادته. وقبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك جديدنا. فوضى كبيرة وارتباك داخل النظام الجزائري بعد نشر خبر الكشف عن ما قيل 4 جواسيس إماراتيين يتجسسون لصالح إسرائيل ويسربون معطيات عن الدولة الجزائرية، حيث نشرت جرائد جزائرية خبر مطالبة الجزائر للسفير الإماراتي بمغادرة التراب الجزائري خلال 48 ساعة، وصفة الكشف عن جواسيس إماراتيين بالمؤامرة الدنيئة. ومع نشر هذا الخبر الذي تم سحبه بعد أقل من نصف ساعة من نشره، أصدر الرئيس عبد المجيد قرار إقالة وزير الاتصال محمد بوسليماني على الفور حسب ما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية. وحسب ما تم نشره بشكل رسمي فإنه وبعد استشارة الوزير الأول أنهى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلف الأمين العام لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة. وكانت صحيفة النهار الجزائرية قد نشرت خبر مفادة أن الجزائر طالبت من السفير الإماراتي المعتد في البلاد بمغادرة البلاد، وأمهلت 48 ساعة لمغادرة الجزائر على خلفية ما قالت وسائل إعلام جزائرية بتورط 4 جواسيس إماراتيين في أنشطة تجسسية خطيرة ضد الجزائر لصالح الموساد الإسرائيلي. ووصفت صحيفة النهار الجزائرية الإماراتيين المتورطين حسب وصفها بالمتخابرين لفائدة جهاز الموساد الإسرائيلي. وحسب نفس الصحيفة الجزائرية فإن الجواسيس الإماراتيين حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية إلى إسرائيل، وباقي التفاصيل ستكون قريبا كاملة. وفي النهاية أتمنى تشتركوا معنا عشان نضمن محتوى أحسن.